إجازة عليا في اللغة العربية، كلية اللغة العربية بمراكش، جامعة القرويين. خريجة المدرسة العليا للأساتذة بالرباط. خريجة مركز تكوين المفتشين سلك الثانوي بالرباط أيضا. عملت بالتدريس بالثانوي بكل من الرباط، المحمدية ومراكش. عملت أيضا بسلك التفتيش التربوي بقلعة صراغنة ومراكش. تعمل حاليا مفتشة تربوية بالتعليم الثانوي الدرجة الممتازة، وهي أيضا فاعلة جمعوية. حاصلة على دبلوم دراسات العليا في النقد الأدبي، وتحضر الآن رسالة دكتوراه في النقد الأدبي. من إصداراتها لها ديوان يحمل عنوان شذرات الرحيق، منشورات جريدة آفاق بمراكش سنة 2008. لها مقالات نقدية وتربوية في عدة منابر إعلامية عربية ومغربية. لها ديوان قيد الطبع. حتى أو قبل أن أعطي الكلمة لضيفينا لابد من أن نرحب بالسيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. مرحبا بالسيد المدير. بطبيعة الحال هذا اللقاء سوف يكون لقاء تواصلي مفتوح مع جميع الفعاليات في هذه المدينة ومع ضيفينا الكريمين. أسلم الآن الميكروفون للسيد